اهلا وسهلا بيكم النهارده في فيديو جديد. والنهارده جمعت لكم اكتر من لوكيشن في العاصمه الاداريه، والنهارده هنتكلم على اول لوكيشن التابع لشركه مصر ايطاليا كومباوند البوسكو اللي موجود في منطقه المستثمرين على النهر الاخضر دايركت. النهارده نتفرج على النادي بتاع كومباوند البوسكو اللي هو شغال بالفعل. نتفرج كده ونشوف النادي عامل ازاي ومتجزأ ازاي، واتلعب فيه ماتشات قبل كده. اتلعب فيه ماتشات قبل كده. ونخش بقى على منطقة التنزه والتسوق ونشوف من فوق كده فندق الماسة وجمال فندق الماسة، وبعدين خط القطار ال ار تي. ونخش بقى على منطقة التنزه والتسوق ونشوف من بعيد كده مول بيراميدز وجنبه مول يودورا ولافايت ولافايت فيليج. المولات كلها تابعة لشركة هوم تاون. كلها المنطقة دي كلها تجاري كاملة كوميرشال، أرض وخمس أدوار. وطبعا ده المشروع الطرح الأخير لشركة هوم تاون. وطبعا أنا مش عايزة أنسى إن الإدارة والتشغيل لهوم تاون شركة حسن علام. الشركة احنا شايفين دي منطقة الطرح الأول في الداون تاون. نخش بقى على منطقة النهر الأخضر، وده كومباوند سيليا التابع لشركة طلعت مصطفى جروب. وطبعا معروفة إنشاءاتها كلها طبعا 99% زي ما احنا شايفين الفلل. وفي طبعا العماير السبرت، الشقق الغرفتين والاستوديو الغرفة والثلاث غرف والدوبلكس. كل الكلام ده موجود في كومباوند سيليا طلعت مصطفى. وطبعا المشروع ده بيقع على النهر الأخضر على طول دايركت كده، أمام الأبراج السياحية. وهنا دخلت الابراج السياحيه، منطقه الابراج السياحيه، وشفت التشغيل بتاع كبار الشركات في الابراج السياحيه، شركه نايل بيزنس تاور. النهارده البرج الاولاني ليهم، التاور الاولاني اللي هو ارضي 31 نايل 31 نورث. اتفرج على الانشاءات واتفرج على الشغل عامل ازاي، ورامين خرسانات قد ايه، والمساحه قدام عيني قد ايه. حاجه في منتهى الجمال والروعه بصراحه. الشغل طبعا من نار، والناس شغاله بايديها واسنانها ليل نهار. المشاريع ان شاء الله تتسلم في مواعيدها. وزي ما احنا شايفين الخرسانات بتترمى اصلا بمساحات كبيره جدا، يعني بياخدوا اكتر من 3 4 بامب بيرموا في الخرسانه دي عشان يغطوا المساحه دي كلها. طبعا التاور مقسم لكذا جزء، طبعا اداري تجاري وطبي. الحاجات دي كلها في قلب الطور. اللي عايز اقول برضو ان الطورات في الابراج السياحيه، قطع الاراضي دي من اكبر قطع الاراضي اللي موجوده، لان الابراج السياحيه بتبتدي من ارضي و20 دور اللي بتوسطهم من نايل بيزنس تاور ارضي 56 دور. وطبعا التاور كله عباره عن اداري وفندقي وطبي وتجاري. وطبعا مش هنسى الفود كورت اللي بيعملوه في التاور في الدور ال40، هيبقى حاجه في منتهى الخيال والروعه. احنا طالعين ان شاء الله 2025 بمجهود جبار باذن الله، هيبان شغلنا. وهنا بقى قلت اغير كده واتفرج على منطقه الار 3، ودخلت على فيلات المقصد واتفرج كده على الفيلات شغلها عامل ازاي، الاستلامات الفوري وتشطيبها من جوه عامل ازاي والكلام ده كله. طيب انا ما صورتش بصراحه التشطيب من جوه عامل ازاي، بس صورت كده بريف سريع كده من بره الفيلات شغلها عامل ازاي، الديزاين بتاعها حاجه بصراحه. انا متخيل ان انا قاعد في دول اوروبيه مش في دوله مصريه. يا جماعه التصميمات والشغل والديزاين والحاجات دي كلها، انا عايز اقول لك استلام فوري بمقدم 5% بس و10 سنين. يعني انا النهارده اقدر استلم فيلتي متشطبه بمقدم 5% وقسط على 10 سنين. خصومات الكاش مش هقدر اقول لكم كبيره جدا. ومش هنسى طبعا الناس اللي بتدور على شقه غرفتين في كومباوند المقصد او 3 غرف. بتفرج كده على البيلدنج زي ما انتم شايفين حاجه في منتهى، والفيو طبعا البرج الايقوني زي ما انتم شايفين حاجه في منتهى الخيال والروعه. المنطقه الار 3 مميزه جدا في السكني بتاعها بالذات كومباوند المقصد، لان المنطقه طبعا الفيو ده البرج الايقوني. طبعا انا مش هقول لكم هو في الار 7 والار 8 هيبقى برده في فيو للبرج الايقوني، بس هنا اقرب حاجه للبرج الايقوني. تمام. استلامات فوري، شقق كلها متشطبه برده بمقدم 5% 10 سنين. المقدم بتاعي كاد يكون من اول 95,000 ويست ايكوال على 10 سنين. اتفرج كده بقى واستمتع بالجمال واللحظه. احنا هنا الهدوء والرفاهيه والجمال حاجه في منتهى الخيال والروعه بصراحه. وبقى نخش معاكم بقى على بقيه الار 3 الحي التالت بالعاصمه. اتفرج بقى كده على الحي التالت بالعاصمه الاداريه، الشوارع عامله ازاي، المساحات الخضراء، الجامع. وطبعا صورت لكم الجامع فيديو طويل جدا في الجامع، تتفرجوا على ديزاين الجامع ومداخل الجامع والرخام وتشطيب الجامع، وحاجه ممتازه جدا. بص بقى اتفرجوا على العظمه. انا مصور لكم عظمه يا جماعه، مصور لكم عظمه في الحي التالت بالار 3.
اتفرج بقى على الجامع كده، الف حواليه كده، وهخش الجامع واوريكم صحن الجامع والتشطيب من جوه عامل ازاي، الكواليتي، الكلام ده كله حاجه في منتهى الخيال والروعه. احنا بقى دخلنا الجامع من جوه ونتفرج كده على كل حاجه بالتفاصيل التفاصيل، وهنطلع السلم الرخام زي ما انتم شايفين، ونشوف الابواب ونشوف التشطيبات عامله ازاي. يلا بينا نخش جوه ونشوف صحن الجامع والديزاين والشغل من جوه عامل ازاي. وطبعا بعد ما خلصنا حلقة النهاردة وتعبنا جدا في التصوير، وزي ما انتم شايفين احنا خدنا اكتر من يوم عشان نطلع الفيديو ده. مستني دعمكم للقناة بتاعتي، سبسكرايب وتفعل الجرس وهيوصلك كل جديد، واللي جاي احسن، وهنصور اماكن احسن، وهنتابع المشاريع، والمشاريع تبقى وصلت لفين، والمشاريع اللي ابتدت تتسلم، والمشاريع اللي في مرحلة الانشاء، والمشاريع اللي ابتدت تخلص. شكرا ليكم في فيديو جديد. يلا بينا بقى نخش الجامع كده ونتفرج على صحن الجامع وعامل ازاي. نطلع بقى طبعا الدرج كده بالرخام وحاجة عظمة العظمة يعني. اتفرج بقى على ابواب الجامع كده، اتفرج على التشطيب عامل ازاي. بص كده صحن الجامع، اتفرج الايات القرآنية اهي في الحيطان، والتصميم بتاع صحن الجامع والسقف والعمدان. اتفرج كده على الجامع بقى واتفرج. طبعا اعذروني الفيديو النهارده كان طويل جدا، بس زي ما انتم شايفين من جمال الفيديو والبلد اللي احنا اتحركنا فيها، العاصمة الجديدة الإدارية، حاجة في منتهى الجمال والروعة. يا جماعة أنا طبعا عايز أقول لكم معظم الوقت بقضيه في العاصمة الإدارية، والناس كلها اللي موجودة في العاصمة الإدارية فرحانة جدا ومبسوطة بتغيير الواقع ده، والاتجاه اللي احنا اتجهنا له الجميل ده. فعلا احنا كان ناقصنا الاتجاه ده من زمان جدا، والحمد لله النهارده وصلنا له. وطبعا انا خلصت كده تصوير جوه الجامع، وهطلع بقى بره، هطلع بره بقى خالص بقى، نتفرج كده بقى على السماء والجامع والكلام ده من بره كله. ودي طبعا كانت نهاية حلقتنا النهارده في العاصمة الإدارية، الحي التالت الار 3. وطبعا خدناه كله بالتفاصيل، كله من اول كومباوند المقصد والفيوهات، وبالليل وبالنهار، واتفرجنا على كل منطقه فيه. يا رب تكون الحلقه النهارده عجبتكم، ويا رب ما كنت طولت عليكم النهارده، واستنوني في حلقه جديده ويوصل لكم كل جديد. واوعى تنسى تضغط السبسكرايب وتفعل الجرس. شكرا ليكم، استنوني حلقه جديده. ويا رب بقى النهارده كده ما اكون طولت عليكم كده النهارده في الفيديو، ويا رب تستنوني في فيديو جديد ونصور حاجه كمان اجمد. وطبعا تابعوا معايا كل التطورات في العاصمه الاداريه الجديده، واللي محتاج اي استفسار في العاصمه الاداريه الجديده يا ريت يخش يكتب لي كومنت وانا اخش ارد عليه. وشكرا لكل متابعين، استنوني في حلقه جديده، واوعى تنسى السبسكرايب.